يعني اخر مره مثلا كانت السنه اللي فاتت حاولنا نشغل حاجه غير رامز اثناء الفطار كانت ده. ألف مبروك، كسبت 200,000 جنيه يا حاج. اسم تمام. شهر رمضان بالرغم من انه احسن شهر في السنه عند المسلمين الا انه بيحصل فيه كميه حاجات عشوائيه لازم نقف عندها شويه. فجهز السناكس بتاعتك او سحورك لو انت بتتفرج في رمضان. قبل ما نبدا بس اشترك ودوس على زرار الجرس بالذات علشان سلسله العشوائيات في رمضان ما تفوتكش. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يلا بينا نبدا في عشوائيات رمضان. احنا بنبقى في كل البيوت قبل رمضان بيوم ما بنبقاش عارفين راسنا من رجلينا. هل بكره فعلا اول يوم رمضان والنهارده المفروض نروح نصلي التراويح ونجهز السحور والحاجات دي، ولا لسه رمضان ممكن يكون بعد بكره اصلا؟ وده بيسبب عشوائيه كبيره جدا اول يوم سحور. ونبدا باول حاجه بنفتح بيها شهر رمضان وهي التراويح. صلاه التراويح هي عامه واحده من اكتر الحاجات اللي بتحسسك بشهر رمضان، بس في نفس الوقت الاطفال الصغيره احباب الله ربنا يحفظهم بيستنوا التراويح بالذات، بس مش عشان يصلوا، علشان يمارسوا كل الالعاب الاولمبيه اللي ممكن تخطر على بالك. احنا بنبقى مركزين في الصلاه وسامع وراك حرب عالميه ثالثه، تتار اللي يمسك في واحد ضرب، واللي حاجزين ساعه في الجامع ورا ومجمعين فرقتين على اللي يشيل، والخسران يروح النار. اعرف ناس بيستنوا التراويح بالذات علشان يعملوا نزال بالايد، مش بعيد يلعبوا قمار وراك وتسمع اقذر انواع الشتايم اللي ممكن تسمعها منهم. ما تفهمش ازاي طفل عنده 8 سنين يسب الواحد علشان بصله بالغلط في نص الصلاه. ما هو مش هيتحاسب بقى فيخليك انت اللي تتحاسب. تخلص بقى الحرب اللي انت كنت فيها دي وتروح تنام ساعتين قبل السحور، تصحى تلاقي الفجر بيأذن. ساعتها بتحس بجد بواحد من اغرب الاحاسيس اللي ممكن تحسها في حياتك، بس لازم بقى غصب عنك تصوم. وفي ناس بتنام وفعلا بيصحوا على السحور، اقسم بالله بتصحى ما تعرفش انت فين ولا صاحي ليه، وبتبقى شبه القرد وكلكم بتبقوا مش طايقين بعض. وبعد كل دوت تسمع اخوك الصغير بياكل وهو بقه مفتوح، تبقى هين عليك ساعتها تلبس طبق الفول في وشه. والسحور عامه بيبقى معروف عندنا كعرب بيبقى فول وزبادي وبس. والزبادي كمان اختياري. قبل كده كلت زبادي بالفراوله وانا عندي 10 سنين. ابويا ساعتها كان باصص لي بصه من اصعب البصات اللي بصها لي في حياته، اللي هي بصه اخس على الرجاله. طب في نظره علشان تاكل الزبادي صح لازم تاكلها على طول وهي لسه نازله من الجاموس. يا حاجه انا لسه ما بعرفش اصوم لحد الظهر. وحاجه من اكتر الحاجات اللي ملهاش لازمه في الدنيا تقريبا هي المسحراتي. تخيل معايا تبقى شغال شغلانه اكتر حاجه بتهددك انك تسيبها هي المنبه. ايه الشغلانه التافهه؟ انا كواحد عايش طول حياتي في المدن عمري ما صادفت مسحراتي بصراحه. وبعدين اعتقد دي نعمه كبيره يعني، عشان انا لو نايم في البيت وواحد صحاني بصوت اعلى من الصوت الطبيعي ولو بواحد في المية ممكن اغتاله. فبحمد ربنا ان انا ما بسمعش عنه غير في التلفزيون. وفي حاجه عايز اقولها بمناسبه السحور، اقسم بالله يا جماعه الانسان مش جمل وما بنعرفش نخزن ميه لفترات. فكميه الميه اللي انت بتشربها قبل الفجر دي بالظبط كمان ساعه. انا كنت بعمل الحركه العبيطه دي زي كل الناس يعني، بس الحمد لله لا لسه بعملها بصراحة. نيجي بقى للعيال الصغيرة في رمضان. أعتقد المفروض العيال الصغيرة هي كمان تتسلسل في رمضان عشان مفيش فرق بينهم وبين الشياطين. لما كنا صغيرين كنا بنلعب ببومب وصواريخ، دلوقتي بقى في بومب وبوازيك. العيال بتلعب برؤوس نووية من أول ما المغرب يدن لحد السحور. أنت قاعد في غارة وكل ده وأنت قاعد في بيتك. أنت لو نزلت تحت حتى لو هتجيب حاجة أنت كده غلطت وهم كانوا مستنيينك تغلط. هتلاقيهم كلهم بلا استثناء فجروك بقنابل ومولوتوف. وأنا مش بأفور، ده العربيات بتعمل إنذار لما الصاروخ بينفجر وده مش طبيعي اقسم بالله. وياكلوا في السحور والفطار والغدا والعشاء. طبعا هتقول لي ازاي ده رمضان ما فيهوش غير سحور وفطار؟ هقول لك لا، هم اصلا كده كده بيفطروا الظهر عادي ويقعدوا عند امهم في المطبخ يقولوا لها احنا جعانين هتعملي الاكل امتى عشان يتغدوا. شقيانين يعني ما كلوش بقالهم ساعتين مثلا. وعندهم وظيفه لازم نتكلم عنها طبعا، وظيفه افطار سائق. بيتعمدوا يفطروهم قبل المغرب. شايفين قد ايه ملايكه ما شاء الله؟ بيقفوا على اي ناصيه ويحدفوا السواقين باكياس تمر وزي ما تيجي تيجي، فالسواقين يسبوا لهم فيفطروا، او يحدفوهم ببلح مش بتمر لا ببلح اللي هو الناشف فشخ ده. بيحدفوه على العربيات علشان يكسروا بيه صيام السواق، بس هو ما بيكسرش حاجه غير برابريز العربيه. يكسر دماغ واحد، يكسر الحاجز ما بينه وما بين الخوف، يكسر اي حاجه، لكن عمره ما بيكسر صيام واحد صدقني. قبل كده كنت واقف مع اصحابي في حته عندنا كده، فانا وكل واحد من صحابي ماسكين في كل ايد كيس تمر. ففي مره اتوبيس معدي، كلنا طبعا حضرنا المنجنيق وحدفنا الكيسين مره واحده على الاتوبيس. كل اللي انا فاكره ان الاتوبيس كان ابيض باسود والراجل استحمى بكيس التمر، بس ما كناش عاملين حسابنا ابدا ان هو هيوقف الاتوبيس وينزل يجري ورانا. كان خلاص على اعتاب ان هو يمسك واحد صاحبي، فصاحبي لطمه بكيس تمر تاني على وش. مش عارف بقى اتحسبت لنا الحسنات ولا كده فطرنا اليوم ده ولا ايه، بس كل اللي انا اعرفه ان الحمد لله خلصنا مرحله الطفوله دي على خير. نفسي المدخنين ومدمنين القهوه في نهار رمضان يعرفوا ويحسوا ان احنا كمان صايمين زينا زيهم. مفيش داعي ابدا ان انا كل يوم الساعه 5 الاقي خناقه قبل الفطار، ويا ريت خناقه عشان حاجه تستاهل. لا انت ممكن تلاقي خناقه تروح تحوش ما بينهم تقول لهم صلوا على النبي بس يا رجاله في ايه، يقول لك الراجل ده قال لي ان زياد زازا احسن من عمرو دياب مثلا.
بغض النظر ان عنده حق يعني، بس مش ده السبب ان هم يتخانقوا اكيد، وتحسهم بيبقوا مستنيين الخناقه دي بالذات علشان يسبوا ويفطروا. يا اسطى روح افطر، مش لازم تتخانق والله. والمشكله ان هو بعد ما يقول اقبح الالفاظ ويسب كل الاديان يقول اللهم اني صايم. يا جدعان اللهم اني صايم دي انتوا فاهمينها غلط، اقسم بالله. دي بتقولها لو نسيت وحطيت حاجه في بقك بالغلط، او نسيت وقلت لفظ من غير ما تقصد، مش تروح تطلع سنجه وتوقف شارع كامل وتقول بعدها اللهم اني صايم. في نهار رمضان بقى خصوصا الساعه 12 بعد الظهر بتبقى رايح الموقف تركب ميكروباص علشان تروح حته، هتلاقي ميكروباصات بس مش هتلاقي السواقين. ما تتخضش عادي، هم بيفطروا عند اي حد بتاع فول وطعم، هم بيبقوا على سفر عادي يعني. المسافه ما بين موقف السلام ومدينه نصر اعتقد سفر يعني، باين. هم اي رحله بتتخطى وقتها الربع ساعه اعتقد بيحسبوها سفر، وساعتها بيقولوا يلا نبقى نعوضه في يوم تاني ويسموا الله ويفطروا. واحده من اكبر العداوات في رمضان هي عداوه ابوك وامك اللي ملهاش مبرر. بيبقوا قبل رمضان في علاقه احسن من شاديه وعبد الحليم، اول يوم رمضان بيبقوا عايزين يتطلقوا، بتبقى المشاكل ساعتها ما بينهم اكبر من المشاكل اللي ما بين امريكا وروسيا، وتتفاجئ ان كل الصراع ده كله علشان مثلا امك نسيت تحط خيار مخلل على السفره، وغالبا هو حتى لو محطوط مش هيمد ايده عليه ولا هياكله ولا عمره طلبه اصلا، بس هو بيحب يبقى. او مثلا يقول لها الفطار اتاخر ليه على اساس ان هو لو اتعمل بدري هياكل يعني. في كلا الحالتين هناكل المغرب برضه. واحسن لكم اجتنبوا ابوكم في رمضان عموما، عشان انت لو قلت له صباح الخير يا ابويا هيقول لك انت بتبص لي كده ليه، ومش بعيد يدغدغ عظمك مثلا ويفطر بيك. وابوك بقى بيبقى في الحاله ديت، وفي الاخر اخوك الصغير يحط كف رجله كامل جوه طبق الملوخيه. ساعتها اعرف ان ده هيبقى اوسخ يوم في حياتك، ومش فاهم ايه طبق الملوخيه ده اصلا، عمرك ما اكلت منه مره. تحس وظيفته معموله علشان يتحط اول يوم رمضان ويدلق. المغرب يدم بقى، وطبعا كالعاده تبدا الغاره بتاعت العيال الصغيره، بيبقوا واقفين ماسكين مدافع. اول ما يقول مدفع الافطار اضرب، ساعتها بتسمع قصف مدفعي من كل حته. بس مش ده الموضوع، الموضوع ان اخيرا بيجي الفطار. وغالبا اول يوم بيبقى معروف عند نص سكان مصر بيبقى محشي، وتاني يوم بيبقى بواقي المحشي، وتالت يوم بيبقى بواقي المحشي، ورابع يوم بيبقى بواقي. لكن بعد خامس يوم المفروض بنجدد، بنعمل مثلا فته، وسادس يوم بتبقى بواقي الفته، انما بقى سابع يوم بيبقى بواقي المحشي والفته. والمشكله ان الموضوع ده مش عند الناس البسيطه بس، لا ده عند نص سكان مصر تقريبا، ومش فاهم ليه. تقريبا بقت عادات وتقاليد لازم تتعمل في رمضان يا اما مش هنحس بيه. برنامج رامز بقى تقريبا معانا من اول لما اتولدت، وكل سنه بتبقى عارف ان هو مقلب وحش. كل سنه انت عارف والضيف عارف ورامز عارف ان ده مقلب، وكل سنه برضو ابوك يقول لك نفس الجمله العظيمه عليه، والله رامز ده مش هيرتاح غير لما يموت حد. وده ليه بقى؟ علشان ببساطه مفيش غيره يعني. اخر مره مثلا كانت السنه اللي فاتت حاولنا نشغل حاجه غير رامز اثناء الفطار، كانت ده. الف مبروك كسبت 200,000 جنيه يا حاج. اسم تمام. فتقدروا تقولوا بقت عادات وتقاليد برضه، زيها زي الحلويات في رمضان. نفسي افهم مين اللي ربط الحلويات برمضان، مع اننا ممكن ناكل قطايف او كنافه في اي وقت غير رمضان عادي. والمشكله ان زمان كانت الحلويات بسيطه قوي يعني، كنافه او بسبوسه او قطايف. دلوقتي بقى حط الكنافه على البسبوسه على القطايف على بواقي المحشي والفت، ودي خلاص بقى اسمها الشكشوكه، وبتتباع ب 1200 جنيه للفرد. عشوائيات رمضان ما بتخلصش، بس في نفس الوقت هو امتع شهر عند المسلمين والعرب عموما، فكل عام والعرب والامه الاسلاميه بخير. تابعني على قناه الجيمنج عشان هنزل عليها سلسله رمضانيه عن ماينكرافت هتعجبكم جدا. اللينك هتلاقيه في الكومنتات او في الديسكربشن. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع صاحبك، واكتب لي كومنت عن اكتر حته عجبتك في الفيديو. وبس كده، سلام.